ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ بصوا الفستان ده لو عايزين تعرفوا تقفل ازاي كده والكم ده فكرته ايه وتبطن ازاي كملوا الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للقناه وتكتبوا لي كومنت حلو. ولو عايزين باترون الفستان ده اكتبوا لي في التعليقات. ازيكم يا بنات. النهارده ان شاء الله هنقفل مع بعض الفستان ده. تمام، هو الفستان ده عباره عن كالونات كده مقفوله من جوه وليه مرد هيتركب فيه زراير، فانا عملت الجزء ده بس وهعمل بقيه الاجزاء معاكم. بصوا يا بنات، ده الربع التاني. اول خطوه هعملها ايه؟ طبعا انا عندي ده المرد هتقل عليه علشان تكونوا واخدين بالكم. ده كده المرد، وده خط الوسط. خط الوسط جبته ازاي؟ انا الوسط عندي طوله 40، جيت من عند الكتف نزلت 44 لان انا سايبه 2 سنتي للخياطه فوق، فنزلت 44. هاجي على خط الوسط هحدده. تمام يا بنات، بعد ما حددت هنا خط الوسط هاجي اعمل ايه؟ هدخل 3 سنتي من بعد المرد وهبدأ اعمل الكالونات. الكالونات على 4 سنتي، هسيب 4 سنتي وبعدين عمق الكالونة 4 سنتي وبعدين 4 سنتي كمان. دي كده كالونة، دي كده اول واحدة. تاني واحدة هدخل 4 سنتي كمان. دي اول واحدة، دي تاني واحدة. فهمتوا؟ هعمل الاخيرة، هسيب 4 وبعد كده ادخل 4. دول كده الكالونات. بعد كده هاجي اعمل ايه؟ هطلع من هنا 5 سنتي ومن هنا 5 سنتي وهنزل من هنا 5 سنتي ومن هنا 5 سنتي. ليه؟ لان الكالونة المتخيطة دي، الخياطة دي طولها 10 سنتي. تمام، هجيب ال5 سنتي دول هوصلهم كده ومن تحت نفس النظام كده. تمام يا بنات. بعد كده هعمل ايه؟ هسيب هنا 3 سنتي، نفس ال3 سنتي اللي انا سايباهم هنا هسيبهم هنا وهنا كمان، وبعدين هدخل 4 بعدين 4 وبعدين 4 وبعدين 4 وبعدين 4. وهاجي برضو هنا هدخل 4 وبعدين 4 وبعدين 4 وبعدين 4 وبعدين هنا 4. تمام، وهوصل الخطوط دي ببعض كده. تمام كده يا بنات. بعد ما جهزت خطوطي، هجيب الدبابيس بتاعتي هحضرها وهعمل ايه؟ هبدأ اجيب دي اول واحدة. تمام، هخرج الدبابيس بره هنا. دي كده اول واحدة، هبدأ اجيبها 2 على 2 بالظبط. بجيب، شايفين النقطة دي على النقطة دي بالظبط، الزاوية على الزاوية، وهبدأ احط الدبوس هنا. نيجي برضو هنا الزاوية على الزاوية بالظبط وهحط الدبوس هنا، وفي النص الزاوية بالظبط على الزاوية وهحط الدبوس هنا كده. بصوا يعني، شايفين؟
هعمل معاكم كمان واحدة. هجيب دي بالنص كده، الزاوية بالظبط على الزاوية كده، احط الدبوس هنا برضو الزاوية بالظبط على الزاوية، وهحط الدبوس هنا برضو الزاوية على الزاوية، وهحط الدبوس. وهي على الأخيرة برضو شايفين يا بنات؟ هاجي برضو هنا كده بالظبط، كده ظبطنا الثلاث كلمات بتوعنا. شايفين شكلها من بره؟ تمام. هنروح نقفلهم بقى على المكنة ونشوف. بنات بسم الله، هنجيب القطعة اللي جهزناها، هندخل كده على اول واحدة، هندخل الابرة عند الزاوية بالظبط، عند ال5 سنتي اللي احنا محددينها. تمام. ونبدأ بسم الله. طبعا هنعمل فرماتورة، ندخل على اللي بعدها عند الزاوية بالظبط، واللي بعدها لازم تأكدي على الفرماتورة فوق وتحت، لان الجزء ده هيبقى كده يعني مش متكمل مع حاجة. هنشيل بقى الدبابيس. شايفين يا بنات شكلها الاخير مظبوطة جدا ازاي؟ طبعا ده بسبب ان احنا معلمين علامات الاول قبل ما نخيط. تمام. هنيجي بقى نعمل مع بعض الجزء الخلفي. هنبدأ على طول في الظهر. اول حاجة عملتها طبعا حطيت خط الوسط زي ما قلت لكم في الربع بتاع الامام. اول حاجة عملتها ان انا قسمت الفستان كده بالنص، قسمت الظهر بالنص كده، وجيت هنا كسرته بالمكوى علشان اعرف ان ده خط النص. بصوا بقى يا بنات هنعمل ايه دلوقتي. هنيجي احنا طبعا محددين هنا اهو، هنيجي نطلع هنا 5 سنتي كده، وهننزل تحت 5 سنتي، وهنيجي هنا هننزل 5 سنتي ونطلع 5 سنتي، وهنوصل الاتنين دول ببعض كده. دي اول خطوة. تاني خطوة ان احنا هندخل 4 سنتي، نعمل علامة، وتحت 4 سنتي ونعمل علامة، ونوصلهم ببعض كده. هنيجي هنا نعمل 4 سنتي، وهنا نعمل 4 سنتي، ونوصلهم ببعض. هنيجي برضو هنا وبعدها 4 سنتي برضو،
وبعدها 4 سنتي برضو. بس كده هنوصلهم ببعض. وبالدبابيس هنعملهم زي ما عملنا التانيين. هنجيب الدبابيس ونبدأ نلبسهم زي ما لبسنا التانيين. هنيجي يا بنات نجيب اول واحدة اللي هي اللي في النص دي، هنظبطها كده. هي كده كده متحددة بالمكوى فمش محتاجين نقعد نعملها اهي بالظبط كده. طيب هنسيب دي وبعدين نيجي هنا نظبط بالظبط الزاوية على الزاوية كده. دي تاني واحدة. تالت واحدة كده. هنيجي على الأخيرة كده يا بنات. كده بالظبط كده احنا قفلنا 4 لسه 3. هنيجي هنا بصوا يا بنات، هنيجي الناحية التانية هنا هنظبط الزاوية على الزاوية هنا برضو اللي بعدها. آخر واحدة بصوا يا بنات شكلها، شايفين لما تتقفل بقى على المكنة هتبقى طبعا ده شكلها من بره. شايفين مظبوطين ازاي؟ يلا بينا نروح نقفلهم على المكنة. بصوا يا بنات، انا هنا دبست دبابيس، حطيت هنا الدبوس اللي في النص زي ما عملت اللي تحت واللي فوق بالظبط. طيب ليه حطيته؟ علشان لما اجي اخيط مفيش مثلا واحده هنا ترحل كده او كده، لان ده هيخلي شكلها من قدام مش حلو خالص وهتضطري تفكي تاني. فمن الاول يا ريت تكوني معلمه علاماتك وحاطه دبابيسك علشان تشتغلي شغل مظبوط ما تضطريش تفكي حاجه. بصوا يا بنات، هنبدا بقى نخيطهم واحده واحده. تمام، هنبدأ على اللي هنا دي. بسم الله، زي ما عملنا التانية بالظبط. هندخل على اللي بعدها.
دي يا بنات اللي في النص اللي هي رقم 7. بصي ما دام انت ملبسه بدبابيس هتقدري تمشي براحتك من غير خوف، وانت مطمنه وعارفه انت ماشيه ازاي. بص كده خلاص. شايفين هي شكله من ورا عامل ازاي؟ شكله جميل قوي يا بنات، وبيبقى حلو قوي في اللبس. بصوا يا بنات، تاني خطوه معانا ان احنا حضرنا المرد، لزقناه وعلمناه بالمكوه، وهنبدا نخيطه. جربوا اهو المرد كده. طيب احنا اتفقنا ان افضل طريقه للمرد ان هو يتقفل من تحت لفوق، يعني نبدا الخياطه من تحت. هنقفل الجزء التاني، هنبدا برضو من تحت. شايفين يا بنات شكله؟ شايفين؟ بصوا يا بنات، دلوقتي بقى هنبدأ في التقفيل. هنجيب الظهر كده، تمام، هنحط وش في وش، وهنخيط الكتف على 2 سنتي. كده يا بنات. هنجيب الكتف التاني على 2 سنتي، كده. وهنسرفل الكتف وهرجع اقول لكم هنعمل ايه. بصوا يا بنات، هنا خلاص سرفلنا الكتف. هنجيب الكتف يا بنات بتاع الرقبة، هنجيبه، هنخيط الكتف برضو بتاعه. هنجيب بقى يا بنات هنا الرقبة، هنعلم نص الرقبة الخلفية كده، ونص الرقبة الخلفية في السجاف برضو. وهنلزق الاتنين في بعض وش في وش.
هنظبطها كده بالدبابيس الاول. تمام كده يا بنات، وهنبدأ بقى نخيط. هنشيل بقى يا بنات الدبابيس. وهنديلها فردات كده عشان لما تتقلب تكون مريحة. هنبدأ بقى يا بنات نقلبها. قبل ما نقلبها هنيجي كده هنخيط هنا على ميل على السجاف نفسه عشان يتقلب بسهولة. كده يا بنات. بعد كده هتقلبوه كده كده بالظبط وتخيطوا من جوه. كده يا بنات هتدوها بقى مكوى وهتكون مظبوطه قوي معاكم. بنات خلاص كوينا الرقبه وظبطناها. هنيجي بقى نقفله من الاجناب. هنقفل على العلامات اللي احنا حاطينها. انا كنت حاطه على 1.5.
هنا يا بنات خلاص هنبدا نقفل القلاب. تعالي اقولك علشان تعملي كم زي ده ليه فتحه كده هتعمليه ازاي. شايفين يا بنات الكم بيكون كده، بيكون مجسم. لو عايزه تتعلمي الكم ده اتقفل ازاي كده وازاي متبطن كده، تابعي الفيديو للاخر. بصوا يا بنات، هتجيبوا الكم، هتجيبوا الجزء ده بيتقص بالظبط طوله بيكون 14 سنتي. دي البطانه تمام، بتتقص بالظبط على الكم من تحت. يعني انتوا بتحطوها كده، شايفين هي نسخه طبق الاصل من الكم اهي. تمام. بتجيبوا هي طولها 14 سنتي، بتيجوا تتنوها كده في النص بالظبط، بتدخلوا 1 سنتي كده وتنزلوا 3 سنتي. هتخيطوا كده على 3 سنتي اللي نزلتوا، وهتيجوا تجيبوا الكم وش في وش. هتيجوا من تحت من هنا، هتيجوا كده هتعلموا بالظبط عند ال 3 سنتي اللي انتوا نزلتوا، يعني هنا. تمام. وهتيجوا تقفلوا الكم تمام يا بنات. تقفلوا الكم كده، وبعدين هتجيبوا البطانه، هتجيبوا الكم اهو، هو على ظهره، هتفتحوه من جوه من هنا وهتركبوا فيه البطانه وش في وش كده، وهتمسكوا الجزء ده على الجزء ده بالظبط. يعني شايفين الجزء ده على الجزء بالظبط، الخياطه اخر الخياطه على اخر الخياطه من هنا، وهتحطوا دبوس. ومن هنا برضو هتحطوا دبوس كده، وهتفضلوا ماشيين كده. هتدخلوا البطانه في الكم، وهتجيبوا طرفها من هنا كمان وهتحطوا دبوس، وهتجيبوا من هنا هتظبطوا البطانه عند الكم بالظبط. هتظبطوا البطانه الخياطه عند الخياطه بالظبط، وتحطوا دبوس. تمام يا بنات. هتيجوا هنا كده في النص هتحطوا دبوس كده. هتيجوا بقى من اول الخياطه اللي فوق هنا دي اللي عامله دبوس، هتنزلوا الابره كده وهتمشوا وتلفوا الابره
الابره وتيجوا عند الجزء ده بالظبط برضه تركبوا الخيط. وبس كده. هتشيلوا الخيط القماش الزياده اللي عند البوزه دي والناحيه التانيه برضه، وهتيجوا تعملوا كده وتقلبوها وتحاولوا يعني تقلبوا البوز. هتيجوا برضو على الناحيه التانيه تتنوا كده 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 يا بنات. شايفين كده الكم من قبل ما يتكوي او يتلزق او اي حاجه. هتيجوا تعملوا ايه بقى عشان يقلب بسهوله؟ هتيجوا تدخلوا كده من هنا عند البطانه اهي، تدخلوا هنا كده عند البطانه وهتمشوا تعملوا شيمه. وسعوا بس الغرزه للاخر واعملوا شيمه، مش لازم من الاول للاخر، يعني ممكن من النص كده بس عشان تسهل عليكم انتوا تقلبوا. الخيط ده اصلا ممكن تشيلوه بعد كده وتمشوا كده خلاص كده قلبناها. بصوا لما تيجوا تقلبوها بقى بتقلب بسهوله. شايفين؟ هنروح بقى عند المكوى عشان نشوف هنقفلها ازاي. يا بنات هتيجوا هنا بعد ما خلاص تكونوا قلبتوها كويس هتبداوا تكووا الاطراف دي كده، هتظبطوها وتبداوا تكووا. كده شايفين؟ هتفردوا بقى الجزء ده كده وتكووه الناحية التانية كذلك. بعد كده تظبطوها وتفردوا كده وتجيبوا اللزق ده يا بنات، اسمه لزق عنكبوت او دبل فيس. هتحطوا كده حته مثلا هنا كده، تكونوا ظابطين الكم كويس وشادينه كده، وهتيجوا بالمكوى تسيحوا عشان يلزق في بعض. الناحية التانية برضو هتحطوا حتة من الدبل فيس كده، لحد ما تسيح تماما. هي خلاص لزقت تمام. نحط حتة كمان فوق كده، يعني احنا لازم تكون من الطرف ملزوقة علشان وانتي بتلبسيه ايدك ما تجيش على الحتة دي مثلا تقوم شداها، فهمتي؟
لازم تكون من الطرف ملزوق. بعد كده هتقلبي الكم وهتفرديه، وهتيجي هنا تعملي طبعا خط الانكسار بتاع الكم ده، لان هو ابتنى الكوى لجوه، فطبعا ده غلط. فهتفردي بقى اللي انتي عملتيه ده. خلاص كده يا بنات، شايفين التقفيل بتاعه قد ايه نضيف. شايفين؟ هنيجي بقى يا بنات عشان نركب الكم في الفستان. هنعمل ايه؟ هناخد الكم كده وهنيجي على الفستان، هنجيب الخياطه اللي تحت دي وهنجيب الكم من هنا كده، انا بحب قوي بعد ما بخلص افضل اشيل الفتل دي. اوقات بحس ان انا عايزه اشيلها اول باول، واوقات بحس ان انا مرتاحه اكتر لما بشيلها في الاخر. بنيجي نحط الخياطه على الخياطه بالظبط، لازم تكون عليها بالظبط كده، شايفين؟ عليها بالظبط. وهنقوم حاطين دبوس، هنقوم ماسكين الفستان، مدخلين ايدنا من جوه وماسكين الحته اللي احنا عملناها دي كده، مدخلينها الناحيه دي، وهنجيب الفستان كده اهو. ده الفستان، ونجيب الكم ندخله عليه كده. شايفين؟ الاتنين قد بعض بالظبط. هنبدأ ندخل ده عشان نركبه. هنخيط على 1 سنتي يا ولاد، هنخيط على 1 سنتي يا بنات. هنا يا بنات الفستان كان خلاص خلص جاهز، بس على انه يتركب له الزراير والعلايق. بس كنت حابه اوريكم شكله في الاخر وشكل الكم طبعا. لو عايزين الباترون بتاع الفستان ده اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هعمله لكم. وما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناه.